السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نعمل أكلة من أكلات اللانش بوكس، من الأكلات اللي الولاد بيحبها، من الأكلات اللي احنا ممكن نعملها جنب أي حاجة، جنب شوية مكرونة مثلا ولا حاجة. عندنا هنا بطاطسيتين متوسطين، أنا سلقتهم وهرستهم كويس جدا. جيب الكبة بتاعتي، نص كيلو بانيه أو صدور فراخ، هحطه في الكبة، وعليها البطاطس المهروسة بتاعتي اللي أنا هرساها كويس جدا. لازم تهرسوها كويس جدا الأول وتكون مستوية كويس. عندنا البهارات: ملح وفلفل، توم باودر، بصل بودر، معلقة سكر صغيرة، معلقة بابريكا، بهارات فراخ، ونص كوباية لبن متلجة. هنضرب بقى كل ده كويس جدا مع بعض في الكبة بتاعتنا. وبعد كده ناخدهم، نعمل ايه، نحطهم في البولة بتاعتنا، ونحطهم في التلاجة ايه يعني ربع ساعة نص ساعة كده، عقبال ما نحضر ايه الخليط بتاعنا. اول حاجة ده الخليط الايه السايل، خليط التغطية السايل: نص كيلو دقيق، ربع كيلو سوري، نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، نص كوباية لبن او مية مفيش مشكلة، وبيضة. وعندنا بقى ايه كل البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها على الفراخ في الكبة: بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل، بابريكا، بهارات فراخ. هنقلب كل ده كويس جدا. هنلاقيه ايه تقيل شوية معانا. انا هخففه بشوية مية، نفس كوباية اللبن، الكوباية اللي كنت حاطة فيها نص كوباية اللبن هزودها ايه ربع كوباية مية تاني، وهقلبه كويس جدا. ده بقى ايه بالنسبة لي الخليط ده كويس جدا، ولا خفيف ولا تقيل، يعني ايه اخف شوية من خليط الكيك. وبعد كده هجيب بقى البقسماط بتاعي فيجيتار، سواء جايباه من العطار السايب. بصراحة انا بجيب السايب ده، السايب من العطار، وبجيب مع الفيجيتار اللي هو الخشن بس بفرمه شوية كده، بديله فرمة صغيرة، او كورن فليكس. وبقلب ايه، وبقلب كله مع بعضه. هو كده كده بيبقى متبل بالتتبيل بتاعه. هجيب بقى معلقة زيت في طبق، هدهن ايدي بيها، وهاخد الناجتس بتاعي ده. هبططه زي ما انتوا شايفين هنا. انا كده انا عامله الناجتس بتاعي كبير شويه. ليه؟ انا كنت عاملاه علشان اللانش بوكس. يا اما هحطه في كايزر، يا اما لو هو فينو اللي هو الطويل هقطعه ايه بالنص كده، ويتحط ويتحط فيه. يعني انا كنت عامله الناجتس ده علشان اللانش بوكس، وعلشان المدرسه او النادي. زي ما انتوا شايفين كده هيرمي معايا كمية كبيرة. بصوا هو عمل لي صينيتين بجد مليانين، وكمان انا عاملاه كبير مش صغنن. هحطه في التلاجة، يعني مثلا قولوا حوالي ايه ربع ساعة كده يتشمع. ما تعملوش على طول، ما تغلطوش غلطتي وتعملوه على طول. انا حسيت ان هو ايه مش ماسك نفسه كده معايا شوية. لا، حطوه في التلاجة في الفريزر ربع ساعة، ربع ساعة بس. وبعد كده هنطلعه نحطه في خليط السائل، وبعد كده في الفيجيتار بتاعنا. وهحطه في على صينية انا فرش عليها كيس. لما اخلص الرصة بتاعتنا هحط كيس تاني، وهكمل رصة كمان فوقيها. هو الصينية دي هتاخد رصتين ونص كمان تاني فوقيها. وقبل ما احمره هدخله برضو الفريزر، برضو ربع ساعة تاني، برضو ايه يمسك نفسه كده ايه معايا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هو بحطه في الخليط السائل وبعد كده الفيجيتار. هخلص كل الكمية بتاعتي واحطها في التلاجة ربع ساعة، عقبال بس ما الم المواعين ديت واغسلها، اكون بعمل اي حاجة وهطلعها. ما خدش وقت معايا خالص بجد، كله كله ورا بعضه ورا بعضه. حتى في الفريزر ما بياخدش حاجة، ربع ساعة بس بيكون مسك بس نفسه. انا مش عايزاه يجمد، عايزاه بس يمسك نفسه، يتشمع معايا زي ما بيقولوا كده، والخليط بتاعه يمسك عليه كويس. اجيب بقى عندي طاسة فيها زيت غزير، زيت متوسط. انا مش عايزاه بارد ومش عايزاه سخن قوي علشان ما تتحمرش جامد وما تستويش من جوه. اه نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا. معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر بتديها هشاشة كده، وبتنفخها معايا وبتبقى حلوة قوي. لان انا برضو نسيتها وانا بحطها، وحطيتها بعد كده. بصوا زي ما انتوا شايفين احمره، مش هبدأ اقلبه غير لما يتشمع معايا. برضو انا مش هبدأ اقلبه وهو في الزيت غير لما يتشمع معايا ويبتدي ياخد لون خفيف. ابدأ بعد كده ايه اقلبه. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا جميل ازاي، وبتحمر بسرعة كمان، مش بياخد وقت، وبيستوي بيبقى مستوي من جوه كويس.
طعمه حلو قوي، عمل معايا كمية كبيرة. انا طبعا ما حمرتش كله، انا يا دوبك حمرت بس كده ايه شوية، حمرته نصه. دول مش نصه، يعني ده جزء، ده ما يجيش حتى الربع، يعني ده حاجة بسيطة خالص. انا قلت بس ايه علشان اوريكم شكله وهو متحمر، جربوه حلو قوي.